السلام عليكم وأهلا وسهلا بمتتبعي قناة إذا بالعربي. عدنا والعود أحمد. كيف ما كتعرفوا قناة إذا بالعربي مهتمة بزاف بما يهم السيدات والعرائس وبسلاسل ولا عفوا بسلسلات العروس والزواج وما جرارهم. اليوم نتكلموا في موضوع مهم جدا جدا ضمن سلسلة العروس والزواج. غادنا نهضروا على الموضوع ديال العريس، الزوج، هذاك السيد اللي كيتقدم ليك كيفاش تختاريه، اشياء اللي كانت ونداترات دابا. غنهضروا على الطلاق، علاش كثر الطلاق، غنهضروا على شنو الاسباب اللي خلات الطلاق كثر، واش المشكل في البنات اللي بقاو يوليو يخرجوا كيف ما هو متداول الزنقه، كلشي ولاو بغاو يطلقوا باش ياخذوا الحريه ديالهم كيف ما هما متداول. ماشي انا تنقول، الناس تيقولوا، اغلبيه ديال الشباب دابا كيقول لك البنات ولاو بغاو يطلقوا وياخذوا الحريه ديالهم يخرجوا الزناقي، او لا المشكل من الرجال، ولا منين المشكل. هادو بزاف د الحوايج غنهضروا عليهم هكا ونتناقشوا وندردشوا مع بعضياتنا. اجي ونرجعوا للنقطه الاولى اللي هي جاك الخطيب، جاكم الخطيب لبنتكم، جاكم الخطيب لاختكم، كيفاش غنتعاملوا؟ اجي نرجعوا قبل فاش كنتو نتوما دابا اللي كتسمعوني باقين صغيورين، كانوا الوالدين ديالكم ولا الجدود ديالكم كيفاش يتصرفوا مع الخطيب فاش كيجي. المهم جا واحد الناس ولا جا واحد السيد تقدم للبنت ديالنا ولا الاخت ديالنا، اما كنقبلوه او لا كنرفضوه، رفض تام او لا قبول فيه مهله للتفكير. هنا انا مهم الا ترفض صافي مشى بحالو، الا كانت واحد المهله وخلينا حتى نشوفوا تيقولوا بحال هكا ولا حتى نتشاوروا، خلينا حتى نتشاوروا اشنو تيوقع في ديك المهله ديال المشاوره. واش كيمشيو يتشاوروا مع البنت بغات ولا لا؟ نو، كيمشيو يسولوا. كاينه هاد الهضره الاخوان ولا لا؟ شاركوها معايا، خليو لي الجواب ديالكم في التعليق. واش هاد الشيء كان ولا ما كانش؟ واش كانوا كيديروه والديكم وجدودكم ولا لا؟ واش انت الا كنتي تزوجتي شحال هذا تزوجتي بهذه الطريقه ولا لا؟ تيقولي خلي حنا احسن تشاوروا. تيمشيو في واحد المده ديال 15 يوم 20 يوم، المهم واحد المده كيسولوا على دوك الناس اللي جاوهم، وكيسولوا على هذاك الخطيب بالضبط اللي جاهم. المهم من بعد ما كيسولوا اما كيقبلوا ولا كيرفضوا. دابا لا، ما بقاش هذاك الشيء. اول شيء كيجي كيسولوا عليه هو شخصي، تيسولوه سؤال شخصي، اولا تيسولوا العائله ديالو فاش خدام، شنو كيدير، يعني السلام. فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا باش ما نعطيوش بناتنا للزوج البخيل. فعلا يعني ما فيها باس، راه ماشي ضروري انه هذاك ما فيها باس نعرفوا هذاك فاش خدام، ولكن راه هذا ماشي معيار باش غادي الا كان هذا السيد يعني ميسور ولا خدام واحد الخدمه اللي ميسوره راه بخيل ولا ماشي بخيل. مادام انهم لاباس عليهم وبخيرهم وخميرهم وبخلاء، ما كيتهلاوش في عيالاتهم وما كيتهلاوش في ولادهم وحتى في والديهم، ومادام انهم عندهم غير شويه وكيتهلاو ما علينا. نرجعوا للموضوع. هي فعلا مزيان تسول، هي تعرف هذاك الزوج اشنو خدام، واش خدمه مزيانه، واش خدمه محترمه، واش خدمه حلال ياكو. ولكن راه اشياء مهمه ولينا كنغفلوا عليها، وهذه من ضمن، وانا غنجاوب على السؤال ديال علاش كثر الطلاق بطريقه غير مباشره، وهذه من ضمن الاسباب اللي خلات الطلاق يكثر. مبقيناش كنسولوا على السيد كيفاش هو داير في معاملاته في اخلاقه. انا باقا تنعقل خويا خويا الكبير تيسول على واش هذاك السيد كيصلي، واش حنا باقي تيجينا دابا تنخطبوا دابا الا القله، ما تنقولش كل شيء، البعض ولكن الاكثريه فاش يجيكم الخطيب كتسولوه واش كيصلي؟ لا، كنسولوا هذاك السيد ماشي هنسولوه شخصيا، ربما هو هنسولوه سؤال شخصي، سؤال مباشر ليه هو ولا لعائلته واش كيصلي، اوكي. ولكن واش تنسولوا عليه من بعيد، تناخذوا ديك الفتره خلينا نتشاوروا ونمشيو نسولوا جيرانه ولا الانتراج ديالو في الخدمه، يعني الوسط ديالو في الخدمه،
المحيط ديالو في السكن في البلايص اللي تيكون فيهم. نسولوا على علاقته بعائلته، علاقته بالام ديالو، علاقته بالاب ديالو. تقول لي انتوما اشنو جاب شي اش عندنا نديرو حنا بعلاقه الام ديالو ولا الاب ديالو؟ ممكن نسولوا هذا السؤال. سؤال على علاقته بوالديه مهم جدا، وعنده وداير واحد الفرق كبير، فرق كبير ما بين اللي تهتم بالام ديالو والاب ديالو والعكس. حيت كونوا اكيدين نتوما يا عائله البنت انه راه ما يمكنش واحد الشخص داير امه اميره ما غيديرش مراته اميره، والعكس. وكاينش واحد الشخص اللي تيهتم بمو وباه وتيحترمهم وتيسمع ليهم وتيأيدهم وما تيردش عليهم الكلام وما تيغوتش عليهم وما تيخسرش ليهم الكلام، ياك غادي يكون خايب مع مراته ومع ولادو. نفس الشيء كيف ما كنت مع والديك راه غتكون حتى مع مراتك وولادك. الا كنت زوين مع والديك غتكون زوين مع مراتك ووالديك، مع مرتك وولادك. الا كنت خايب مع والديك غتكون خايب مع مرتك وولادك. هذه قاعده خذوها مني. نسولو في الانتوراج ديال الخدمه ديالو، كيفاش داير في العمل ديالو، علاقاته في العمل ديالو، واش هذاك الانسان الاخلاق المعاملات راه كتلعب دور. عاده نسميولو عليه البخيل، لان البخيل ما تعطيش بنتك ليه. دابا لا، دابا تيجي السيد تيقولوا لي فاش خدام، خدام في كذا وكذا، عنده طوموبيل كذا، ولكن واش عرفتوه شنو كيدير؟ علاش كثر الطلاق اختي؟ علاش كثر الطلاق؟ سولتي عليه علاش كثر الطلاق؟ علاش البنات ما بقاوش اغلبيه ولا الزوجات ما بقاوش بغاو يصبروا مع شي ازواج ولا طلاق الشقاق بزاف؟ علاش؟ المشكل ماشي دائما في الزوجات وماشي دائما في الازواج، ولكن حنا نعالجوا المشكل من النواحي ديالو كندوروا به. من ضمن الاسباب الشباب ديالنا دابا كرجال تنسولوا عليهم واش كيتعاطاو لشي حاجه خارجه على القانون. كنسولوا عليهم واش في لونطوراج ديالهم، صحاب في المحيط ديالهم مع الاصدقاء ديالهم، واش تيديروا علاقات غير شرعيه، يعني عزيز عليهم العيالات بهذا المفهوم هذا، سمحوا لي على هذا الكلام. واش يديروا تيستعملوا شي ممنوعات؟ يعني الا كنتي المراه غتعاني من هاد الشيئين. الا كان اختي الزوج، هذاك الزوج اللي تقدم ليك ولا كان زوجك ولا هذاك الخطيب اللي تقدم ليك كيستعمل الممنوعات غادي تعاني. وإلا كان عزيز عليها اختي الزنقه وزهواني غتعاني. وسمحوا لي على هذه الكلمات، ومن هنا لقدام غادي يكون الكلام ديالي قاصح، لان تنشوفوا المشاكل بزاف ديال الاخوات ولاو كيعانيو، وخاصنا نهضروا بقصوحيه باش بركه من الهم، بركه من المشاكل، بركه من معاناه السيدات، بركه. كاينين ولاد الناس وكاينين بنات الناس، كل ياخذ اللي يستحقوا. اوكي، ما تقوليش لي اختي راه عزيز عليه الزهو وعزيز عليه البنات وغادي يتزوج بيا انا ويعفو عليه الله ولا غادي نبدل. لا، ما غاديش يتبدل، لانه كون كان غيتبدل لراسو ما غيبغيش يكون هكاك، وغيتبدل قبلك باش نهار تجي عنده واحد بنت الناس ما تاخذش عليه واحد النظره، هو هكاك. وما تقوليش لي اختي راه مبلي بشي ممنوعات، راه نهار غادي نتزوج به انا غيحيد هذاك الشيء. شكون انتي؟ لا، ما غيحيدوش، لانكم كان غيحيدوا راسو اول شيء. وكون كان غادي يحيد هذاك الشيء غادي يتبدل، غادي يحيدو قبل ما يتعرف عليك انت ولا قبل ما يتزوج بك انت، باش يكون في واحد الصوره زوينه معك. اوكي، سالينا نقطه. الا انا ماشي غنقول هاد الناس واش ما غيتزوجوش، يعني هاد الفئه اللي كتدير هاد الشيء واش ما غتزوجش، الا لا كانت واحد الاخت عندها القابليه باش تعايش مع واحد الشخص كيستعمل الممنوعات او لا كيمشي للزنقه. كاينين، انا كنعرفهم، كاينين اخوات اللي صابرات على الازواج ديالهم بهذا الشيء هذا، باستعمال المخدرات، باستعمال باشكالها وانواعها عاديه، غير كتاكل وتشرب وتتولد بالفساد حاشاكم وسمحوا لي، يعني خروج الزناقي مع سميتو عادي جدا، غير يوكلها ويشربها وتولد ياك، راه في الزنقه. وتستعملوا هذا المصطلح هذا اللي متداول، الراجل الا الخراه ديالي ولا خرج راه ما دياليش. كيف ما يمكنش هذا المصطلح؟
الراجل في الدار ديالي وفي الزنقه ما دياليش، سمحوا لي. هذا خطا خاصو يتصحح في الدماغه ديال بنادم، هذا مشكل. علاش كثر الطلاق؟ لان نهار تنوض الاخت مني دابا ولات بنادم، ما بقاوش دابا البنات ولا الوعي، ولاو بنات واعيات بغات حقوقها كزوجه، حقها كزوجه. يعني نهار تتلقى مع نوع من هاد النوعين اللي هضرت هادو كتبغي حقها، تتلقى واحد الاجوبه ولا واحد الحياه، واحد ردود افعال من هذاك النرجسي خايبه. ما تتبغيش تعيش هذيك الحياه، سير صافي تختار انها تطلق، وشي مرات كتطلب الشقاق وتتنازع على جميع حقوقها غير باش تهنى من واحد النرجسي اللي معذبها ومعيشه واحد الحياه ديال العذاب. كيفاش معذبها؟ وربما ما تيتكرفسش عليها، واكله شاربه ناعسه، ولكن معذبه نفسيا. ما علينا. باش نرجعوا للموضوع، هذا الشيء غتعيشيه الا ما سولتيش على الزوج ديالك. من قواعد ولا شي حويجات اللي نختاروها واللي تختاريها انت كاخت اذا كنتي باقا ما مزوجاش باش تزوجي، الله يرضى عليك خذي هذه كنصيحه اخت. سولي عليه اذا كان كيتعامل مع والديه، وباخص مع الام ديالو ومع والديه زوين، غيتعامل معك زوين وغيعيشك اميره. اوكي. اذا كان تيتعامل خايب فما غاديش سميتو. الممنوعات، الا كيستعمل الممنوعات راه كاينين بزاف، ابتداء من السجائر. الا كان تيستعمل السجائر بحدهم كوني اكيد انك تعيشي واحد الحياه اللي فيها الريحه والقار وكذا، وفيها عصبيه، وغتكون ديك العصبيه متصاعده فاش تيقطع مثلا الا ما كماش بزاف ولا في رمضان وإلا تجاوزت السجائر كوني اكيد انك تعيشي الحبيبه ديالي واحد الحياه تعيسه. ربما غادي تعيشي تعاسه العمر كله، ولادك غيعيشوا ديك التعاسه وغيخرجوا واحد الولاد مرضى نفسانيين، او لا ما غاديش ما غاديش تقدري تكملي في ديك التعاسه وغادي تسلقي. المهم هادو نقاط من النقاط الاساسيه اللي غادي تركزوا. مازال الموضوع غادي نهضروا فيه المره الجايه باش ما نطولش لكم في الفيديو. ومن هنا لقدام غنكون نهضروا بصرامه وبشراسه في الحديث باش بناتنا وخواتاتنا اللي يلاه مقبلات على الزواج ما يتصيدوش، لان الطلاق فعلا كثر، وإلا مشيت للمحكمه غتلقى طلاق شقاق بكثره. غدا غنهضروا ان شاء الله، والفيديو المقبل ان شاء الله غنهضروا على المشاكل وعلى اسباب الطلاق اللي تتكون فيهم الزوجه اللي خاطئه او الغلط عند الزوجه، والرجال صافي كيملوا من هذيك الحياه، لان دائما ما تيكونوش الزوجات هما المظلومات، فبعض الاحيان تيكونوا ازواج مظلومين. شكرا لتتبعكم فيديو، دمتم في رعايه الله. فيديو مقبل ان شاء الله.